صلى على النبي وقول عبد الله الصلاة والسلام. في البداية لو مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. تعال نسمع كده في الأول كابتن خالد الغندور بيقول إيه، وارجع لي تاني عشان نكمل بقية فيديوهات. القيد ولا مش تفتح لي؟ مش هفتحها لك. ولا تعتبر ان انا ما بمثلش مصر؟ لو هنلبس احمر يعني هيفتح لك قيد. لو انا مش نادي مصري بقى، مش هتقف في جنبي بقى؟ ولا البطوله العربيه دي ملهاش قيمه، مع ان البطوله العربيه دي قد البطوله الافريقيه 20 مره. كابتن خالد الغندور بيقول لك البطولة العربية أقوى من بطولة دوري أبطال أفريقيا 20 مرة. طب يا كابتن خالد، أنت هتجيب بطولة قارية وما لها من توابع اللي هي كأس العالم للأندية، مبالك إن أنت تروح تلاعب بطل أوروبا اللي هو ريال مدريد بايرن ميونخ؟ يعني أنت ما بتشوفش طبعا الكلام ده. هل البطولة العربية هتخليك تقابل الناس دي؟ لا. ومعلش يا كابتن خالد، مع احترامي ليك سؤال أخير، ما هي بطولة أفريقيا ضعيفة كده وأنت بتقول هتلاعب فيها فيتا كلوب وسيمبا والقطن؟ اما هي ضعيفه كده انت ما بتاخدهاش، تبقى لك اكتر من 20 سنه، بقى لك اكتر من 20 سنه غايبه عنك البطوله دي، وفي اغلب ال 20 سنه كنت بتطلع حصلت مجموعه. تعال نشوف بقى بشير التابع بيقول ايه، وارجع لي تاني. الاهلي هياخد دوري ابطال افريقيا؟ هياخد دوري ابطال افريقيا. اخيرا نطقتها. لا اخيرا ايه، استنى بس. ياه. طب لا استنى بقى، استنى بس والنبي. السنه دي يا كابتن بص، اولا ما حدش يزعل مني اقول دون، مفيش فرقه بتخسر 5 وتاخد بطوله، ده علامه كبيره قوي دي، فاهمني؟ مفيش فرقه بتخسر 5 وتبقى خارجه من البطوله بضربه جزاء خلاص تخرج، وضربه الجزاء. طب ما الزمالك خسر لا الخمسة ثواني السنة اللي فاتت وخد فرقه الدوري. كبيره بتخسر بالاربعه والخمسه. الزمالك لحظة يا خسر كابتن من ياسر. الاهلي أنا 5 مش بتخيل. وخد لا ما الدوري. صوتش 5 من مين وفين ده؟ بالراحه بس تفهمني. لا، طيب لا إله إلا انا مش الله. معترض، ما تفهمني بس تفكرني. الزمالك خسر. لا في الزمالك خسر من الاهلي 5-3 وخد الدوري. 5-3 زي 5-0. لا يا بشير، لا لحظه بس، يبقى انا مش بتجنى على الاهلي، انا مش بتجنى، بس طيب. 5-3 زي 5-0. هنرجع فرقه بضربه جزاء تطلع وتبقى خلاص بره البطوله، ضربه جزاء تخش كوره. ايوه انا ما قلتش حاجه. ما عشان كده بقول لك النادي الاهلي هياخد بطوله، وهياخدها كمان بسبب ان يلعب مين في النهائي؟ الوداد. بس الغريب حد يفهم بشير التابع ان المباراه خلصت 5-2 مش 5-0 زي ما هو فاكر. وبعدين يا كابتن بشير، ما انت خدت الدوري الموسم اللي فات والاهلي كسبك 5-3، تقول لي لا او مش مقياس واسمها 5-3؟ ما هو في الاخر دخل فيه 5 اهداف. يعني هو الاهلي كسب 2-0 هتفكر زي المدير الفني ساعتها بتاعك ولا ايه؟ يا كابتن بشير، ومعلش يا كابتن بشير، الارجنتين اتهزمت في بدايه كاس العالم من السعوديه وفي الاخر توجت ببطوله كاس العالم. لا وضيف كمان ان انت في 2016 اتغلبت من الوداد المغربي تقريبا 5-2 ووصلت النهائي امام صن داونز. يعني الفرق الكبيره اما بتتغلب اهم حاجه ان هي تقوم، ودي احلى حاجه فيها. انما انت للاسف ما عندكش اي خلفيه بالكلام ده، واطهر الطاهر وناس تقول لي حظ وتقول لي ضربه الجزاء بتاع الرجاء. اقول لك على حاجه يا كابتن بشير، صحيح انا بكلم مين؟ شوف بقى كابتن خالد الغندور واللي هيقوله لك ده. والاهلاويه، هل في يوم من الايام نادي الزمالك خد لاعب من النادي الاهلي عن طريق كوبري؟ هل عمل خطه نادي الزمالك مش من دلوقتي، من ايام بقى ما احنا وعينا، ايام مثلا كابتن حسن شحاته مثلا، اللي هو الجيل بقى السبعينات والثمانينات لغايه دلوقتي، هل في مره الزمالك استعمل طريقه الكوبري عشان يجلب لاعب مهم من نادي مثلا في قيمه النادي الاهلي؟ ما حصلش. كابتن خالد بيقول لك هل الزمالك عمل كوبري لحد من لعيبه الاهلي عشان يجيبوا عنده؟ طب يا كابتن خالد معلش، انت كنت ممكن تسال نفسك، انا مش هجاوبك، انت ممكن تسال نفسك السؤال بصيغه تانية. ايه هي يا كابتن خالد؟ ايه اللي يخلي لعيب من الاهلي يروح الزمالك؟ انت ممكن تسال نفسك حاجه زي كده، وهل انت شفتها؟ لا طبعا، الا اما الاهلي يرميه. او اسال نفسك سؤال تاني يا كابتن خالد، ويا ريت انت بقى تجاوبنا عليه، ليه اللعيبه في نادي الزمالك بيسيبوا نادي الزمالك وبيروحوا النادي الاهلي؟ ساعتها انت هتعرف القصه فين، وهتعرف تلاقي اجابه لنفسك. شوف بقى معايا احمد حسام ميدو وهو مستضيف ثروت سويلم بيقول لك هيفتح القيد مخصوص للزمالك عشان البطوله العربيه. اسمع معايا. طب قول لي موضوع القيد والنبي، قول لي. ما انا عشان كده الموضوع ده يعني ما ده اللي هيجيبني لازم يبقى له حل. للقيد. انا بقول لك عشان كده بقول لك مش هتحس بمشكله، مش إزاي؟ هتعمل مشكله. ما هو الحاج عامر حسين قال لك ان يتفتح من اول 8. لا لا لا، ما انا بقول لحضرتك انت متاكد ان شاء الله؟ متاكد لان الاستاذ جمال انا اتكلمت معاه في الموضوع ده، وفي تنسيق يعني مع الرابطه والاتحاد والكابتن عامر. في الاول وفي الاخر خلي بال حضرتك،
اكتر واحد متشدد واكتر واحد لين. حابب النجاح وحابب نجاح المسابقه يعني والدوري. حضرتك بتوعد ان شاء الله طب أقول في لحضرتك، حل ان الزمالك يأيد لعيبته الجداد، واعتقد ان دي ما تزعلش حد. يعني القيد في مصر بيتفتح على حسب الزمالك عايز لعيبه ولا لا. الزمالك في الانتقالات الشتويه، في انتقالات يناير سجل لعيبته في فبراير، والدنيا كانت مقلوبه وعلني فبراير اتأيدت. ودلوقتي ثروت سويلم بيقول لك جمال هو وجمال علام، وسيبك من كلام الحاج عامر حسين، هو ورئيس اتحاد الكوره جمال علام هيفتحوا القيد مخصوص عشان نادي الزمالك عشان بيلعب في البطوله العربيه. طيب وبقيه الانديه ولا فارق معاهم، اهم حاجه نادي الزمالك هو بيمثل مصر. وساعه ما خبوا الخطاب بتاع نهائي دوري ابطال افريقيا عن النادي الاهلي، الاهلي ما بيمثلش مصر. هو ده الفرق اللي اتحاد الكوره بيسعى ليه، ويقول لك اتحاد الكوره بيجامل الاهلي دايما. اهو جبت لحضرتك فتره القيد علني، جابها لك علني مع ميدو، بص وكل حاجه صوت وصوره قدامك. انا ما اتبلتش، ده طبعا غير المجاملات اللي بتحصل لنادي الزمالك من اتحاد الكوره. شوف بقى معايا مارسيل كولر، مهيب عبد الهادي بيقول لك ان مارسيل كولر عايز يضم رمضان صبحي. شوف معايا. على مفاجأة كبيرة ان بيفرجوا ابراهيم عادل لكولر عشان يتفرج عليه، لان الاهلي عايزه بقاله فترة. فالراجل قال لهم لا انا مش عايزه. طب عايز مين؟ عايز مين؟ تراوري، ها عايز مين؟ مصطفى فتحي، ما هو لا ده ولا ده. مارسيل كولر ايوه طلب محمد حمدي. من ايوه خلاص بقى يا عم. قول بس قول، انت علقتني. ما عرفش لساني تقيل يا جماعه والله. واحد من الثلاثه قلتهم هم؟ لا 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 محمد حمدي او رمضان صبحي. اوبا والله. طب هو عارف الاحداث ولا ما هو مش جابوه بقى، قالوا تعالى، اوبا قالوا استنى بقى، قال لهم عايز اللعيب رقم 10. اي حد يتفرج عليك ده هو مغمض طبعا لان يعني. هو كان في السوبر كان يعني شغال عليه. تمام. قال لك عايز نمبر 10. بس ما قالوا عندوش له ايه ده نمبر 10؟ لا ده طب تعالى بس، تعال نخش جوه كده نقعد مع بعض شويه ونقول لك الدنيا فيها ايه. 1 2 3 4. لا مش عايز. خلاص مش عايز ولا يحاول. لا بس هو طلب، هو مجبر يعني اي هو حد طلب. مهيب عبد الهادي بيقول لك مارسيل كولر كان معجب برمضان صبحي وقال انا عايز اتعاقد مع رقم 10 ده. وبعد المباراة قالوا له تعالى واتكلموا معاه وقالوا له حصل منه 1 2 3، وبالتالي رفض الفكرة. رمضان صبحي كان موهبة كبيرة جدا وكان هيبقى ليه مستقبل كبير جدا، هو ضيع نفسه بنفسه. هل يا ترى رمضان صبحي طموحه خلاص؟ للأسف خلاص بقى هو نفسه يجي النادي الأهلي، بس الأهلي ما وقفش عليه زيه زي عبد الله السعيد. والدليل التاريخ بيشهد أهو 2 دوري أبطال أفريقيا 2020 و2021، والسنة دي 2023 في النهائي، 2 برونزية كأس العالم للأندية من غير اللعيبة دي. يعني اللعيبة ما بتفرقش مع النادي الأهلي، أهم حاجة الكيان هو اللي أهم من أي شيء وأهم من أي لاعب. فرمضان صبحي ملوش أي لازمة في الأهلي، دي وجهة نظر الأهلي ووجهة نظر أنا شخصيا وجهة نظر ناس كتير جدا. الأهلي مش بيقف على لاعب معين. تعال شوف بقى الفضيحة اللي بالصوت والصورة في قناة نادي الزمالك وهم بيشتموا لعيبة نادي الزمالك بالأب وبالأم. شوف قدامك اهو، وطبعا آسف على الألفاظ اللي هتسمعها، بس كان لازم أعرض الفيديو ده عشان هقول لك ليه في آخر الفيديو أنا عرضته. اللي مزعلني حاجه واحده بس، ان بعض اللعيبه مش عارفه قيمه نادي الزمالك، وبعض اللعيبه مش عارفه قيمه جماهير نادي الزمالك. يا عم انا واحد من الناس مقتنع عشان انا مدرب ولاعب سابق وعارف بقول ايه، دي امكانياته مش هيدي اكتر من كده بعض اللعيبه يعني. بس جزمه كل واحد من جمهور الزمالك بيك وباهلك وبعيلتك كلها، احترم نفسك في الملعب، هين نفسك يا اخي عشان التيشيرت. يا عم ما بتعرفش تلعب، يا عم الروح ما عندكش روح ولا دم ولا كرامه عشان خاطر تيشيرت انت لابسه. ما التيشيرت ده عامل لك قيمه في المجتمع. أسامة حسن مع خالد الغندور طالعين بيشتموا في لعيبة الزمالك والأب والأم وخلي عندك دم وكرامة وي 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 وي. قدام حضرتك سمعت الألفاظ كلها. فهل يا ترى في حد أو في لاعب في مصر نفسه يروح نادي الزمالك بعد ما سمع الألفاظ دي؟ دي رسالة لكل لعيبة الدوري المصري، لو حد عايز يروح نادي الزمالك فيبقى مصيرك زي اللي سمعته ده. ما بيبقاش على حد، كل سنة الزمالك بيجيب من 7 ل 10 لعيبة وبيسرحهم وبيجيب غيرهم. يعني الزمالك ملهوش أمان زي ما بيقولوا. وبقول لك انت شفت الألفاظ دي بعينك، والمستشار مرتضى منصور رئيس النادي بنفسه اتهم لاعبيه ان هما بياخدوا منشطات.
انما في اي نادي تاني عمرنا ما سمعنا على الكلام ده. عمرك شفت في النادي الاهلي او اي نادي تاني ان بيطلعوا يشتموا اللعيبه كده؟ للاسف لا. طب بيتهموا اللعيبه ان هم بياخدوا منشطات؟ للاسف لا. طب اللعيبه ما بتاخدش رواتبها؟ في بعض الانديه بيبقى يحصل فيه تاخرات، انما في الزمالك ما بياخدوش رواتبهم. الزمالك ليه ملف كامل في الاتحاد الدولي ان لعيبه كتير ليها فلوس عند نادي الزمالك. فاللعيبه اللي بتروح الزمالك دي نفسي اعرف بتروح على اساس ايه. انا ما بتكلمش على الجمهور، انا بتكلم على مجلس الاداره والناس اللي هي الزين ورؤوس واللي بيديروا القصه دلوقتي. دول اهم حاجه مصالحهم الشخصيه، وفي داهيه اللعيبه، وفي داهيه النادي، وفي داهيه الجماهير. اهم حاجه مصالحهم الشخصيه. يا ريت بقى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.